يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن أخواتي؟ إن شاء الله الجميع بألف خير يا رب. الفيديو اليوم حبيت شارك معكم الكبة المقلية، كبة اليقطين. صراحة أول مرة بجربها وطعمتها عن جد كتير مميزة وغير شكل. بسم الله ما شاء الله، شوفولي على هالمنظر واعطوني رأيكم بالتعليقات الحلوة مثلكم. أكيد ما رح تكمل طيابة الكبة إلا ليكون جنبها شوربة العدس. وقبل ما نبلش خلينا نصلي على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بتمنى منكم أخواتي تشوفوا الفيديو للآخر، وإذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والمتابعة والاشتراك بالقناة. وشكرا كتير لكم ولمتابعتكم الحلوة وتعليقاتكم الأحلى. وإذا عم تعجبكم فيديوهاتي ياريت تعملوا لها مشاركة لتصل لعدد أكبر، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع يا رب. خلينا نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلش. عندي هون نص كيلو من البرغل الناعم، ونص كيلو يقطين مقطعتهم بهذا الشكل مثل ما شايفين، وبصلة. أول شي رح أسلق اليقطين مثل ما شايفين، حطيتهم بالطنجرة ورح أضيف عليهم المي ومعلقة من الملح وغطيهم واتركن تقريبا 10 دقايق. هلا بالنسبة لليقطين فيكي تستخدمي أي نوع متوفر عندك. أنا هون استخدمت اليقطين الأبيض، يعني أي نوع بتستخدميه بيعطي نفس النتيجة. وهيك اليقطين صار جاهز عندي واستوى. رح أشيلهم على الصحن ونشوف المرحلة اللي بعدها. وهلا بدي أطحن اليقطين. محضرة الطعام بالخلاط المتوفر عندك بيمشي حاله، وإذا مو متوفرين عندك فيكي تستخدمي الشوكة، هراسة البطاطا، كله بيمشي الحال، مهم إنه يطلعوا ناعمين. والبصلة على المبرشة كمان بيمشي حالها. ومثل ما منقول على طول بيننا وبين حالنا، الجود بالموجود. رح أطحنهم مع البصلة. شوفوا بسم الله ما شاء الله، لون اليقطين ذهب طالع. وهلا هيك بعد ما خلص الطحن اليقطين رح أضيفه فوق البرغل، ومعلقة من الملح، معلقة من الفلفل الحمر الرش، وربع معلقة من الفلفل. ومثل ما حكينا عندي نص كيلو برغل ونص كيلو يقطين، لازم يكونوا قد بقد مثل وقت نساوي الكبة بالهبرة. ورح أقلبهم كتير منيح مع بعض وغطيهم واتركهم 10 دقايق أو ربع ساعة لحتى تغيب عندي حبة البرغل. مثل ما شايفين أنا ما ضفت مي أبدا. وهلأ بدي أعمل الحشوة. بالطنجرة على الغاز رح أضيف نص كيلو من اللحمة، طبعا بدون إضافة زيت أو سمنة، لأنه اللحمة فيها دهنة، فما بحتاج للزيت أو السمنة. رح فرفدهم هيك شوي بالطنجرة لحتى ياخدوا شوية لون من تحت، بعدين بقلبهم. وبعد ما تستوي عندي اللحمة بنزل عليهم بصلتين مفرومين ناعم، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة فلفل، نص معلقة فلفل حمرا رش. وبس استويت عندي البصلة بشيلهم على جنب لحتى يبردوا، بعدها بشتغل فيهم.
وهلأ هيك بعد ربع ساعة شوفوا البرغل كيف غب كل مية اليقطين. وهلأ هيك بهاي المرحلة بدنا نطحنهم إما على الماكينة أو ندعكن على إيدنا دعك. أنا صراحة دعكتن دعك لأنه البرغل عندي كتير ناعم فما بيحتاج ماكينة. وللأمانة أنا حسيت البرغل ناشف شوي طلع معي، فزدتلن كاسة من المي. وقت اللي عم بدعكن طبعا زدتلن كاسة من المي، وشوفوا بسم الله ما شاء الله طلعت العجينة بتاخد العقل. هلا بدي بلش شكل العجينة واحشيها. طبعا الحشوة عندي هون لحتى بردت تماما بشتغل فيها، ما بصير نشتغل هي وسخنة. إذا اشتغلنا بالحشوة هي وسخنة ما رح يلف معنا القرص وبلبك، يعني بلبكنا بالشغل، فالأفضل إنها تكون باردة. شايفين أخواتي كيف طلعت العجينة؟ تشكل القرص عندي بكل سهولة. وبدي أحشيه هلا وبالإيدي بشوية مي وبسكره بهالشكل. بنكمل الكمية كلياتها وننتقل للمرحلة اللي بعدها. وهيك الكمية كلها صارت جاهزة هلا عندي. والطنجرة على الغاز رح أضيف الزيت وأتركه لحتى يسخن. هلا هون عنا نقطة كتير مهمة قبل ما ننزل الكبة. لازم نختبر الزيت إذا وصل لدرجة الحرارة المطلوبة. كيف بدنا نختبر الزيت؟ رح نحط شقفة من العجينة، إذا طلعت على وش الزيت معناتها الزيت عندي صار جاهز. وهلأ هيك رح أنزل أقراص الكبة وأتركن لحتى يستووا بدون ما أحركن نهائيا. مثل ما شايفين أخواتي لازم الزيت يغمر القرص الكبة. وأكيد ما بنكتر قراص بقلب الطنجرة لحتى ما يبرد الزيت معنا، لأنه إذا برد الزيت رح تفرط الكبة كلياتها، فهاي نقطة كتير مهمة لازم ننتبه عليها. بس شفنا هالمنظر معناته شغلنا 100%، والنتيجة رح تطلع معنا روعة. وهيك الكبة صارت عنا جاهزة. رح أترك التعليق لإلكن وعطوني رأيكن، ولا تنسوا اللايك حبايب قلبي والمشاركة، وشكرا كتير لإلكن ولمتابعتكن الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.